سلام خوتي خواتاتي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وكل شيء زين ومرحبا وزيد قدام مع اختكم غزوله. اجيو تسمعوا هاد القصه. حاجه اخرى. الجاره الغنيه بالحيله بغاتني نزوجها راجلي. انا سميه متزوجه براجل اللي وسيم وزوين عليا، زهري وما جاب. انا زيني عادي ما بياش وصافي. راجلي زين وملفت بيض وحروفه شهبين، طولو تجريده تقولي خو مهند توضر في المغرب. غير غير تنضحك زدت فيه شويه. ايوا راه راجلي في عيني تيكون زين كتر من الواقع. خواتاتي وصحاباتي كانوا تيقولوا لي راجلك زين عليك، زهرك زوين، يضحكوا معايا. وعائلتي وعائلته كانوا يقولوها في ظهري. المهم تلاقيت براجلي في عرس خوه من باه، تزوج ببنت خالتي. شافني عجبته، سول عليا خوه، قال ليه راني بنت خالت مراته وراهم كلهم عائلة مزيانة. جاب دارهم وخطبني. انا تصدمت، هاد الزين خطبني انا. وافقت في الحين. هو خدام موظف في بنكة وانا كنخدم في السكه الحديديه. دارهم بغاوني على خدمتي، اما في وجهي ما كنتش عاجباهم، ولاني خدمتي غطات على زيني. درنا فتره الخطوبه وتعرفنا. عجبتني عقليته بزاف. هو ما تهموش المظهر، تيهمو الداخل ديال الشخص. عجباتو شخصيتي وعقليتي وتشبت بيا. وخا كانوا دارهم تيخسروني ليه، تيقولوا ليه بلاش بيك بهاد الزواج، دابا تلقى موظفة وزوينة تناسبك. ولاني هو بغاني وكملنا زواجنا، تزوجنا وتفاهمنا وعشنا مرتاحين تنكملوا بعضياتنا في كل شيء. دازت سنين وولدت معاه وليد وبنية، عشنا حياة عادية ما عندناش وما خصناش. وخا هاد السنين ديما كنت كنسمع كلام راجلك مهلي في راسو زوين وجذاب، وانا ما تنديهاش في هاد الهضره. ما كنكونوا خارجين ولا حاضرين انا وياه شي مناسبه تنشوف البنات تيشوفوا فيه. انا تعجبني الحال، راه عندي راجل زوين وملفت. ما تيزعجنيش الامر لانني تنثق في راجلي ثقه عمياء، مستحيل يشوف شي وحده من غيري. مني تزوجنا وحنا كارين تنجمعوا باش نشريو دارنا. والعام اللي فات شرينا شقة على قدنا في واحد الإقامة، وجنب الإقامة كاين واحد المطعم كبير فيه ماكلة متنوعة. هاد المطعم ديال واحد المرأة هي اللي مسيراه، ولينا تناكلو فيه مرة الا ما كانش الوقت وما طيبتش. هاد المرأة كانت باقا صغيرة، عندها شي 36 سنة. قلت لراجلي واش ما مزوجاش؟ قال لي اسمع انها كانت مزوجة ووالدة وليد، راجلها توفى كان لاباس عليه، خلى ليها الدار وهاد المطعم تحت من الدار وقهاوي اخرين، وهي مسيره هاد المطعم بنفسها حيت تحت دارها. مني تنكون خارجه ولا داخله من الدار تندوز من قدامها تنقول لها السلام، وحتى هي كتقول لي السلام. واحد النهار قالت لي دخلي جلسي معايا شويه. دخلت جلسنا بدينا نهضروا وحكات لي على وفاة راجلها، كان كبير شويه في السن، مرض وتوفى، خلى ليها وليد وخلى ليها قهاوي كتار، خلى ليها الخير باش تعيش هي وولدها. وانا عرفت على راسي انني خدامه في السكه الحديديه وراجلي موظف في بنكه. يلا شرينا هاد الشقه معاونين عايشين على قد الحال حنا وليداتنا. وعاودت ليها الصعوبات ديال الخدمه والولاد، ولينا صحابات نهضروا في التليفون ملي ما نكونش خدامه نجلس معاها في المطعم. ولا حتى ولادي الا جاو قبل مني من المدرسه يجلسوا عندها في المطعم حتى نجي. هي مرا ظريفه ومتواضعه وخا لاباس عليها. راجلي حتى هوايا ولا يهضر معاها، ولات بحال وحده من العائله. والماكله ديال العشاء مره كتعطيها ليا اولا كترسلها ليا، كتقول لي انت كتجي عيانه وكتبقاي جالسه معايا في المطعم، ما طيبيش خذيها من هنا، موجود راه الخير موجود. شويه بشويه ولات تسولني على راجلي واش مزيان معايا مع الدراري، واش راجلي نشوط، تتبقى تجر ليا في لساني براجلها اللي مات كان ظريف وكان مزيان معاها وكان ضحوكي. انا وليت نعاود ليها على راجلي ظريف وضحوكي وتهوى مزيان، وليت تنعاود ليها كل شيء. انا الصراحه من نهار شرينا الدار تأزمنا حيت نصها كريدي، واتتنا الاتات حتى هو بالكريدي، كان عندنا اتات قديم وما بغيتوش. وماما راجلي مرضات من بعد ما شرينا الدار، وراجلي اضطر يهز كريدي اخر باش يدير ليها عمليه اللي كانت مستعجله. راجلي هو الوحيد عند امه، عنده خوتو غير من باه، وباه عنده مرا اخرى مغلوب تا هوايه.
وزيد المدرسة ديال الدراري حتى هي ولينا نخلصوها غير بالزز، ونفس الوقت ما نقدروش نخرجوا الدراري من مدرستهم مولفينها. وليت فين ما نجلس معاها تنبقى نعاود ليها على المشاكل الماديه اللي ولات عندنا، وهي ولات فين ما تشوف راجلي دايز تسلم عليه وتقول ليه والو دخلت تاكل الله ودي جاري وراجل صاحبتي دنيا هانيه، رحنا دابا عائله، وتبقى تشاور معاه في خدمتها الماديات ديال المطعم، تقول ليه حسب ليا وتبقى تضحك معاه. واحد النهار وهي تقول لي ما تبقيش تفقسي في راسك بهاد المشاكل، تتقطعي لك شي عرق في راسك وتمشي فيها يا الصقعه. قلت لي هاي واش غادي ندير يا صاحبتي بزاز مني نفكر، السلف صعيب بزاف. قالت لي حلك عندي وحتى انا حلي عندك. قلت لها كيفاش؟ قالت لي من نهار مات راجلي وانا وليت بحال ما عايشاش، ونوتي ما بقاتش، انا كنت مولفه الدار وراجلي كلشي يديرو مهلي فيا، انا الصراحه باقا صغيره وهاد الخدمه ما مناسبانيش، ديال نقابل القهوه وما كرهتش نتزوج، ولاني خايفه لانه الرجال طماعه والاغلبيه غيبغيو غير فلوسي، ما نطيقش هذا رزقي ورزق ولدي. انا بغيت شي راجل اللي يكون درويش عارف اللي عليه واللي ليه، يبغي ولدي وقابل ليا القهاوي وياخذ حقه ويخلي لينا حقنا ويرجع ليا انوثتي وحياتي كامراه. وانا قلت لك هاد الهضره حيت عارفه بيت راجلك عنده جوج عيالات وعجوزتك مفهمه مع ضرتها بحال خوتها. كيف ما قلتي ليا قلتي الا بغيتي زوجيني راجلك، انا نفك ليك مشاكلك الماديه، نكمل لكم الخلاص ديال الدار والدراري ولادك يقراو على حسابي، وانتي تفكي لي مشكلتي بالزواج براجل معقول ومزيان. وانا وياك رحنا مفاهمين بزاف، غنتفاهموا دراير ما كاينش المشكل. انا عييت من قبل المطعم، بغيت نرتاح وحتى انتي غترتاحي من التريتات وتعيشوا معايا في الخير، وانما الشقه نكملها ليكم وتدخلوني معاكم في الوراق، وشي الاخر راه عليا. وراجلك عارفه غادي يبقى في خدمته غادي يقابل المطعم مزيان. انا صدمتني، بقيت غير تنشوف ما عرفت اشنو غادي نقول لها. مشيت للدار بقيت نفكر اويلي واش هادي ما حشميتش، قالت لي هاد الهضره في وجهي. عيطت ليها في التليفون بقيت نعاير فيها، انا درتك صاحبتي درناك وحده من العائله وانتي تصاحبتي معايا طماعه غير على حساب راجلي، بغيتي تدي ليا الراجل نزوجك بيه تتحلمي، ضربي عليا ما عندي ما ندير بيك بصحبتك الغداره. وقطعت عليها. انا من البدايه من نهار تزوجت بيه كنت عارفاه راجل اللي ملفت للنظر وملفت للانتباه، ولكن ما عمري ظنيت انني غنطيح في هذا الموقف اللي طلب مني وحده انني نزوجها راجلي ونعطيه ليها بايدي. بالحق انا اللي درتها بيديا، انا اللي دخلتها لحياتي وقلت لها اجي تلعبي فيها. دخلت لي الشك والوسواس، وليت غير حاضيه الراجل، خايفة تهضر معاه وتطمعه ويبغي يتزوج بيها، وبالخصوص هي صغار من راجلي ب6 سنين وزوينة عليا وفورمتها مثيرة، وليت عايشة في العذاب في الداخل ديالي حالتي حالة. اش داني نتعرف على وحدة عندها الفلوس غنية وصغيرة وزوينة، ويلي كلشي مجموع فيها، عاد بانت ليا كيف دايرة، عاد فهمت وزيد دصرتها على راجلي. ويلي غدايدي ندمت حتى شريت هاد الدار، وليت عايشة في ستريس حادي الشرجم نهار كامل ما تنحيدش منه. لدنا راجلي هبط من الطوموبيل وتعيط عليه ويدوز عندها. راجلي لاحظ انني ما بقيتش تنجلس معاها في المطعم ولا تجي عندي للدار، وحتى ولادي ما بقيتش نخليهم يمشيو. قال لي مالكي واش مخاصمه معاها؟ ما بغيتش نقول ليه اشنو طرا. قلت ليه راه حصلوها مع واحد خدام معاها، سمعتها خيابت وهي كانت وعاد عرفت ان سمعتها خايبه من قبل، كل مره كتكون مع راجل. صافي ما بغيتش نبقى نهضر معاها ولا نبقى مصاحبه معاها، وهي هكا مرا فاسده وانا مرا مزوجه، بغيت نخسر ليها سمعتها في عينه باش الا كانت عاجباه او لا هضرات معاه ما يبقاش يهضر معاها. قال لي صافي عطيها التيساع، وحتى انا ما نبقاش ندوز من حداها ولا نقول لها حتى السلام. دازت الايام وواحد النهار وهي ترسل ليه ميساج، قالت ليه قول لمراتك تسمح ليا، انا بغيت غير المعقول معاك حيت انت راجل محترم ودرويش وهاد الخير نعيشو فيه كاملين. وهي ما فهماتنيش، راجلي ما فهم والو في الميساج، جا للدار وراه ليا
عرفتها ما لقات كدير تهضر معاه، فصابتنا ملي كنه عليها لا انا لا هو. رسلات ليه ميساج ملي عرفاتني ما وصلتش ليه الهضره باش يعرف وتشوفوا اشنو غادي يدير. قالت لراجلي كلشي قبل ما تولي هي اللي قايلها ليه. قلت ليه راها بغاتني نزوجك بيها وتخلص لينا الكريدي اللي باقي في الدار ندخلوها معانا شريكة في الدار وتخلص لينا التريتات الاخرين وتقري لينا الدراري وتحيشنا قالت لك في الخير ونوليو دراير. راجلي بدا يضحك قال لي انت مسطيه مالي انا طماع انا بركه عليا غير انتي وهي اش بغيت بشي صداع وشي مشاكل ديالها وديال قهاويها. انا اصلا حيت الوالد مدير جوج عيالات انا عشت هاد الشي وهاد الاحساس الخايب وما عمري نعيشو لولادي ما عمري نفكر ندير مرة اخرى. قال لي انا غنمشي عندها المطعم وغنقول لها هاد الشي وغندور فيها باش تعطينا اتساع ونسدو الموضوع. قلت لي بشرط نمشي معك. خفتو يمشي بوحدو وزرب عليه في الهضره. مشيت معاه وداك الشي اللي كان قال ليها قدامي انها هي تستاهل راجل مزيان ولا اني هو ما عمره يفكر يدير مرة اخرى لان باه دار مرة اخرى على مو وما عمرهم ما كانوا عايشين مزيان وهو ما عمره غادي يعيش ولادو في هذاك الشيء اللي عاشو هوايا وما عمره يفكر نهائيا يتزوج عليا انا مراته لانه فاهم معايا وتيبغيني وعاجباه خدمته وقاداه وقاد يخلص التريتات ديالو واموره غاديه مزيانه وميسره. قال لي الله يسهل عليك بشي ولد الناس اخر واختي ضربي علينا وعلى نمرتنا ديري راسك ما عمرك ما عرفتينا. صافي سكتات وقالت لي الله يسر لكم ويسهل لكم اموركم. ومن تما كينا عطيناها اتساع وعطاتنا اتساع ومن بعد سمعت عليها راها تزوجات بشي واحد الله يسهل عليها. المهم راجلي لا وهذه كانت هي قصتي حكيتها لكم باش تكون لكم عبرة وتستافدوا منها. ما عمرك ما تدصري راجلك على شي صاحبتك وتخليها تولي تهضر معاه ويولي يهضر معاها اولا تبقاي تعاودي على راجلك كيفاش داير وامورك في الدار كيفاش دايره ومشاكلك اي حاجه كتخصك وتتخص حياتك انت وراجلك ما تدخليهاش العقل شي مره اخرى. خوتي خواتاتي كانت هذه قصتنا اليوم نتمنى تكون فيها عبره واستفاده والعيالات وانتم بارطاجيو الدريات الدراري وديروا لي الجيم وخليوا لي التعليق وتسنوني في قصه اخرى ان شاء الله ودوسوا بخير.